صباح الخير عليكم، صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الرضا من الرحمن سبحانه وتعالى. ازيكم واخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. يلا نفطر مع بعض ونحضر الفطار مع بعض. واحلى صباح واحلى يوم عليكم. عايز تاكل بيضه؟ حاضر، هنعمل البيض. يلا قول لهم صباح الخير يا اصحابي. صباح يا أصحابي. صباح الخير يا اصحابي. اديهم كيس. وتلك كسر. ايه الموتور اتكسر؟ بيقول لكم الموتور اتكسر. مين اللي كسره؟ عمر؟ واو، انت كسرت الموتور؟ لا، مش انا اللي كسرت الموتور، ده الزرار بتاع السخان مش الموتور. انت يلا انت كسرت عشان نحضر الموتور؟ الفطور. لا مش انا. زرار الموتور اتكسر، بيقول لي انت اللي كسرتيه يا ماما، وهقول للبابا. هجيب بقى ايه، اعمل كده بيض مقلي. قلت النهارده افطر من البيت، مكسله انزل اجيب سندوتشات ومش لاقي حد يجيب لي سندوتشات. قلت ايه، ناخد بقى معلقه سمنه بلدي كده. اي حاجه عندك في البيت ممكن تفطري بيها، ممكن كوبايه شاي بحليب، بسكوت. انا بقى النهارده صاحيه جعانه جدا جدا، وعايزه افطر ايه، بيض مقلي وجبنه وحليب. رشه ملح، رشه فلفل اسود، رشه ملح. ده الفطار بتاعي. انا بحب اكل البيض مع المايونيز ومربى وجبنه مثلثات وزيتونتين كده يفتحوا النفس. وكوبايه حليب. وتعالوا افطروا معايا. انا هنا بقى في الملاهي، عمر قلت انزل انزله الملاهي زي ما انتم شايفين كده. هنا نزلنا بقى الملاهي، قلت انزل عمر الملاهي يغير جو كده وارجع ايه اعمل الغداء. انا طبعا ما عرفتش اسجل عشان كان في اغاني، فقلت لما اروح ايه اسجل عشان حقوق الطبع والنشر. عايزه اقول لكم من يعني التغيير مطلوب. وعايزه اتكلم معاكم برضو في موضوع الناس اللي قلبها غليظ، الناس اللي مشاعرها غليظه، ما عندهاش، مش عارفه اقول ما عندهاش رحمه. في ناس كده قاسيه في مشاعرها، بتعامل اللي قدامها بكل قسوه، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الكلمه الطيبه صدقه. تبسمك في وجه اخيك صدقه. الناس يعني مع ان الدنيا مش مستاهلة، الحياة غالية، وزي ما احنا شايفين كده. عفوا. زي ما احنا شايفين كده الدنيا عاملة ازاي. فيا ريت نرحم بعض، يا ريت نتبسم في وجوه بعض. يا ريت اللي عنده كلمة حلوة للتاني يقولها. يا ريت نطبطب على بعض، نحضن بعض، نبوس بعض. كل الحاجات دي ما بتكلفناش فلوس. الكلمة الطيبة ما بتكلفش خالص، ولا مال ولا جهد ولا اي حاجة. يا ريت نرجع كده زي زمان اهالينا، الناس بتاعت جدي وجدكم وستي وستكم. الناس بتاعت زمان دي كان في قلوبها حب ورحمة، ما كانش زي دلوقتي. آه ويا ريت كمان نحضن ولادنا، نعلم ولادنا، يعني نعلم ولادنا يعني ايه حب. الحضن ده مهم جدا، ان احنا نحضن ولادنا. ده حاجة جميلة جدا. ما تستخسروش ان انتوا تحضنوا ولا تبوسوا ولادكم، لان دون يعني هيكبر على هذا، عشان ما يبقاش قلبه جاف، ما يبقاش يعني مشاعرهم جافة. زي ما انتوا شايفين كده عمر مبسوط طبعا في الملاهي. طبعا انا بتمنى ان يعني تحطوا لي لايك على الفيديو، لايكات كتير كتير عشان الفيديو يترفع.
والله العظيم انا متهيألي عامله القناه بقالها بتاع سنه، فيا ريت تحطوا لي لايك، تشاهدوا الفيديو حتى اول 4 دقايق، يا عشان والله القناه واقعه خالص اقسم بالله العظيم. ده عشم عشم يعني. انا بطلب من اخواتي وانا عارفه ان انتوا. انا دلوقتي رجعت البيت وهحضر الغدا، هعمل مسقعه. مسقعه وجبه جميله وبقالنا كتير الصراحة ما عملناهاش، فهحضر مسقعة للغدا وهضيف عليها بطاطس. معايا الطماطم والبطاطس ومعايا فلفل حراق. البتنجان قطعته بالشكل ده. ممكن نضيف لو احنا مش مستعجلين عليه في القلي، نضيف بصوا حبة ملح كده ينزلوا المية. وادي البطاطس. البطاطس دي اصلا اختياري، مش يعني في ناس مش بتحبها، في ناس كتير ما بتحبش البطاطس جوه المسقعه، بس انا هنا عندي بنحبها جوه المسقعه، دي اختياري يعني. طلعت البطاطس وادي البتنجان كمان اهو بيتقلي. معايا هنا بصل هضيف عليه الزيت وعشان اعمل الصلصه بتاعت المسقعه. البصله بتاعتي كده كويس بالنسبه لي، هضيف الطماطم وادي البتنجان بيتقلي. معايا ملح وفلفل اسود. المسقعه خلصت. والله ريحتها جميله. عايزه بقى عيش سخن كده، احنا الصراحه هنقعد نتغدى. عايزه بقى عيش سخن، عايزه اوريكم ان هي. بصي ايدي عامله ازاي من البتنجان. الله، والله جميله جميله جميله. في نهايه الفيديو اقول لكم الى اللقاء، ونتقابل في فيديو تاني ان شاء الله، واستودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.